عاوزة أبدأ محتوى بس خايفة ومش عارفة أبدأ إزاي. لما بدأت أعمل محتوى من 3 سنين كان الموضوع أصعب بكتير جدا من دلوقتي. كل حاجة حرفيا كان لازم تعملها بنفسك، كتابة السكريبت، التصوير، المونتاج، ولو مش بتعرف تعمل إيديت أصلا تقعد شهر مثلا تتعلم إزاي تقص الفيديو والترانزيشنز والساوند افكتس، وليلة كبيرة قوي ساعات لحد ما الفيديو يوصل للنور بعد ما تكون خلاص فقدت الشغف. لكن أنت النهاردة لو عاوز تبدأ تعمل محتوى تقدر تختصر الخطوات دي كلها في ثواني بانك تستخدم اداه واحده وهي اداه موشن، واللي هتخلص لك كل ده بضغطه زرار. من اول انه هيكتب لك سكريبت الفيديو بتاعك زي ما انت عاوز بالظبط، ومش محتاج بقى لا تفكر في هوك ولا في كول تو اكشن، لان موشن يقدر يكتب لك سكريبت فيديو يجو فايرل وبيتماشى مع الترندات كمان، ولا حتى محتاج تظهر بوشك ولا تصور بنفسك ولا تشتري اضاءات ومايكات، لانك تقدر تخليه يعمل لك فيديو بالذكاء الاصطناعي وتظبط كل تفصيله فيه زي ما انت عاوز. وحتى الايديت مش محتاج تقعد شهرين 3 عشان تتعلمه، لان موشن هيخلص لك كل مونتاج الفيديو بضغطه واحده. اكتب له بس او ارفع له نموذج للفيديو اللي انت عاوز تعمل زيه وهو هيقوم بالواجب. ده غير ان اداه موشن امان جدا، انك تقدر تخلي اولادك او اخواتك الصغيرين يستعملوها في انهم يعملوا بروجكتس في المدرسه او انيميتد ستوريز عشان يتعودوا ازاي يتعاملوا مع الذكاء الاصطناعي من سن صغير. لو عاوز لينك اداه موشن اكتب بس كلمه موشن في الكومنتس وانا هبعتهولك، ولو استخدمت البرومو كود ده هتاخد خصم 20% على النسخه البريميوم، او ممكن توصل للموقع عن طريق انك تكتب على جوجل motion.com وهيطلع لك الموقع على طول. وما تنساش تعمل لي منشن في اول فيديو ليك باداه موشن.